يظهر أن مهنة الصحافة باتت مجالا خصبا للعديد من الطفيليين والدخلاء الذين لا تاريخ لهم ولا ضمير، أمثال الصحفي البريطاني المبتدئ روري فليني. هذا الأخير، وبعد أن فشل في اكتساب الشهرة في مجال الغناء، راودته بعض الأحلام لولوج عالم الصحافة، فلم يجد سوى المغرب وقصص حقوق الإنسان لنشر مقال مغرض مستهدفا المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، حيث ومن خلال مقابلة بسيطة مع والد عمر راضي إدريس بمساعدة ابنه المهدي حول ظروف اعتقال ابنه عمر المتهم بالاغتصاب، كانت كفيلة بتكوين قصة كاملة حول مغرب العصور الوسطى، بل وتشبيه السيد عبد اللطيف حموشي كملك الظل في فيلم هوليودي يدور حول استيلاء حموشي على السلطة، فضلا عن قصص الجحيم التي يعيشها عمر راضي، بل وذهب لحد تنصيب المهدي ابن إدريس وشقيق عمر خبيرا في كل شيء، وكلها ادعاءات نفاها قطعا والد السجين على صفحته الفيسبوكية، متبرئا من المقال المنشور الذي يضم العديد من المغالطات، ما يعكس الطابع الصبياني لهذا الصحفي الذي قضى بضعة أيام فقط في المغرب، وتناول موضوعا أكبر من نفسه جاهلا بتفاصيله، واكتفى بنسخة واحدة في فشل ذريع لا نهاية له. وما يزيد الطين بلة هو ركوب أمواج هذا المقال الفاشل من طرف مشغليه. ونذكر بالخصوص الصحفي مارتن جاي الذي اعتادت وكالات الإعلام طرده بسبب تطاولاته وحساباته الضيقة، فلم يجد سوى مراقش للاستقرار واستقطاب الصحفيين الناشئين لتحريضهم على تحرير المقالات المغرضة ونشرها على صفحات مواقعه الصفراء، كون وكالات الأنباء العالمية لا تقبل مثل هذه المقالات الضعيفة. أما عميل المخابرات الجزائرية إكناسيو سامبريرو فهو دائما في الميعاد كلما تعلق الأمر بالمغرب ورموزه، فلا عجب إن نشر المقال على حائطه المتهالك وأعاد نشره كالأبله، ملتمسا استحسان مشغليه لا انتباه متابعيه. فمقال الصحفي المبتدئ ليس سوى جنون محض هدفه البحث السريع عن الشهرة ومصادر التمويل، ونابع من عقلية استشراقية لا تزال تسعى إلى تدمير المغرب، والذي وباعتراف كاتب المقال نفسه يبدو له بلدا معجزة في شمال إفريقيا، عالمي ومرحب. أما السيد عبد اللطيف حموشي سيظل شوكة في حلق أعداء الوطن الذين يتربصون شرا بالمغرب، وكل التخيلات المضحكة التي يتعرض لها ما هي إلا علامة واضحة على أنه يسير في الطريق الصحيح، ولا عزاء للحاقدين.